أم قررت تتخلص من حياتها هي وابنها بحبة غلة. الحكاية وما فيها بدأت في كاستما في سوهاج. الأم الزوج كان عليه قبل ما توفى ديون كتيرة جدا، وهم كانوا واقعين في هم الديون الكبيرة جدا جدا جدا. فقررت تاخد هي وابنها يروحوا مطعم ويقعدوا وياكلوا. المهم طلعت من شنطتها حبايتين غلة، حطيتهم في العصير ليها ولابنها. يا دوبك ابنها شرب وهي شربت. المهم اول ما عملت كده اتصلت باختها، قالت لها انا عملت كذا 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 عشان الديون. المهم الناس اللي في الاقاليم في المطعم كلهم جريوا بسرعة جدا جدا عشان يلحقوا الست وابنها. المهم عقبال ما راحوا مستشفى الطما كان الولد توفى وربنا يرحمه. وهم لحقوا دلوقتي الام بعد ما حطت حبتين الغلة ليها ولابنها. وموضوع الديون مشكلة ناس كتير جدا جدا جدا، فربنا يفكها عن الناس كلها ويسدد ديون الناس كلها، وربنا يا رب يرحمه. والناس محتاجة بس اللي هي ترجع لربنا وتفكر وتصلي وتعمل عمل صالح، وإن شاء الله ربنا يرحمنا جميعا.